الأولاد هدايا ربنا لينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. النهاردة عاملين فيديو قصير عن 3 آيات هيساعدوك على التخلص من تمرد أبنائك وعصيانهم. الأول لازم يكون عندك إيمان إن حبك لأولادك مش جاي بس من كونهم أولادك، إنما منشأه صداقة التربية، الصداقة اللي بتنشأ بينك وبين ابنك خلال تربيته. والأولاد نعمة كبيرة في حياتنا، من غيرهم حياتنا ملهاش طعم. فإذا كنت بتشكو تمرد وعصيان أبنائك عليك بالثلاث آيات التالية. يعني اللي هيقرأ الآيات دي ويأخذ بالأسباب ويكون عندك لجوء لله ويقين بالله إنه هيعينك على تربيتهم، بيعينك على تربيته. هنقول قصة صغيرة في الأول. شكى أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مصرف، فقال الإمام طلحة وشيخ الإسلام: استعن عليه بهذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. دي الآية الأولى. يعني حضرتك هتاخد بالأسباب الأول وتعمل اللي عليك وتحاول تلاقي نقطة تواصل بينك وبين ابنك أو بنتك وتستمر على الآيات دي. الآية التانية: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الآية الثالثة: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الآيات صغيرة وسهل جدا حفظها، استعينوا بها على تربية أبنائكم متوجهين إلى الله تعالى بالصدق والإخلاص. وزي ما أولادك فضل من الله عليك، كمان تربيتهم توفيق من عند الله. مفيش داعي تبقى قاضي أو تبقى جلاد، خليك صديق لابنك أو بنتك أحسن. ده كان فيديو النهاردة، فيديو قصير لكن فيه الخلاصة. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وسيبوا لي صلاة على سيدكم النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.